أحداث الحلقة ال90 من مسلسل سلمى بيحصل فيها اللي احنا كنا مستنيينه من أول المسلسل، وهو إن سلمى تعرف إن جلال عايش، والمفاجأة إن جلال هو اللي بيروح لها لحد باب بيتها. بتبدأ الحلقة وسلمى بتفسخ خطوبتها من عادل، وبترجع له الخاتم علشان جولي بنتها رفضت جوازهم، وعادل بيوافق سلمى علشان خاطر الأولاد. وبتكون هويدا ونديم رايحين بأكل لسلمى، وبيلاقوا هناك هيفا وديمة والدكتورة وفاء، وكل العيلة بتقعد ترمي بالكلام على وفاء علشان إن هي مرضتش تشغل هيفاء وتقف جنبها. وبعدها نديم بيقول لوفاء هي حالة سلمى الصحية كويسة علشان نقول لها إن جلال عايش، ووفاء بتقول لهم حالتها بقت كويسة دلوقتي وتقدروا تقولوا لها، بس قولوا لها بهدوء. وبينادي نديم على سلمى علشان يقول لها، ولكنه بيبقى متردد ومش عارف يقول لها ازاي إن جلال لسه عايش. وقبل ما يقول لها بلحظات بيكون جلال جاي الحارة علشان عرف إن رجالة رفيق بيراقبوا سلمى والولاد علشان يأذوهم، وبيطلع جلال على شقة سلمى وبيخبط على الباب، وسلمى هي اللي بتقوم تفتح الباب وبتتفاجئ بوجود جلال بوشها على الباب. وجلال بيبتسم لها وهي بتقعد تفتكر أيام زمان والحب اللي كان بينهم. وبيكون عادل طالع لسلمى وبيلاقي جلال واقف معاها على الباب، فبيقوم نازل تاني الشارع وبيلاقي تحت ميرنا عايزة تطلع لسلمى، وهو بيمنعها إن هي تطلع الشقة لسلمى علشان ما تشوفش جلال. وبيقول لها انت عرفت ان جلال عند سلمى وجاية تخربي عليها، وهي بتقول له انها ما تعرفش حاجة، وعادل بيخليها تمشي. وبيكون جلال بيقول لسلمى ان هي وحشته جدا، وبيقول لها ان هو مضطر يمشي دلوقتي وهيرجع ياخدها هي والولاد علشان يعيشوا معاه. بتقول له ما تسيبناش وتمشي، وهو بينزل بسرعة وسلمى بتنزل وراه علشان تلحقه في الشارع. وبتلاقي عادل في وشها وبيقول لها خلاص جلال ركب العربية ومشي. وبتطلع سلمى وتاخد ولادها في حضنها، وبتعرف منهم إن نديم وهويدا وديما وهيفا كانوا عارفين إن جلال عايش من زمان. وبتكون ميرنا بتكلم رياض وبتقول له إن هي عايزة سالي بنته ضروري علشان تاخد منها الصور علشان توريها لسلمى، علشان جلال وسلمى يتخانقوا مع بعض وما يرجع لهاش، وسلمى ما ترضاش ترجع لجلال. ورياض بيوافق ميرنا وبيقول لها على مكان سالي، وده علشان جلال طبعا ما يسيبش سالي وولاد ويروح لسلمى يعيش معاها. ولما ميرنا بتقابل سالي بتقول لها هات الصور اللي معاكي علشان اخلي جلال يرجع لك تاني ويسيب سلمى، لازم اوري الصور دي لسلمى باي طريقه. وسالي بتقول لها مستحيل اديك الصور دي للابد، حتى لو جلال مش هيرجع لي العمر كله. وبتكون سلمى عرفت إن نديم وهويدا وديمة وهيفا كانوا عارفين إن جلال عايش من ولادها وما قالولهاش حاجة، فبتقول لهم قولوا لي الحقيقة، جلال كان فين وكان عايش إزاي وبيعمل إيه في حياته. وبتقول لهم احكوا لي كل حاجة بالتفصيل، وهم بيقولوا لها إن هم خبوا عليها إن جلال عايش علشان حالتها الصحية، والدكتورة وفاء اللي قالت لهم كده. ودي بتكون أحداث الحلقة اللي جاية من مسلسل سلمى. أشوفكم في حلقة جديدة.